الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. الراجل عايز ابنه يبقى كويس، بس في نفس الوقت خايف عليه جدا طبعا وخايف عليه من المرض وخايف عليه من العمليه، فهو في مليون الف عفريت قدامه، فبيبقى رافض. احكي لي برضو قصه يكون فيها رفض وبعدين بعد كده فيها سعاده وقبول للعمليه، اللي هو انتاجونست راح يمين قوي، ده ممكن على فكره يتخانق يعني. لا، ما هو يعني هو انا طبعا انا مقدر كل المشاعر دي، لان هي حقيقيه زي ما حضرتك وصفتها كده بالظبط. هو مش قادر، القرار صعب، وانا يعني الموضوع بشوفه كل يوم فعلا. كان في بنوته جميله جايه من المنيا، والمرض ده اكتر في البنات. هو يعني الادرس انتيلوفاتيك سكوليوزس 9 حالات بنات وواحد ولد. لكن الولاد لما بيجي فيه بيبقى اصعب. هو يعني سبحان الله. لكن بقيه الانواع بتظهر في الاثنين زي بعض. فبنوته جميله اول ما فاقت من العمليه لسه عينيها منغمشه مش عارفه يعني، بص لي كده تقول لي: انت دكتور يحيى؟ قلت لها اه. قالت لي: ظهري اتعدل؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي: انا بحبك قوي. قلت لها: كتر خيرك ربنا يكرمك. قال لي: النهارده انا كنت مستنيه اليوم ده من زمان. ليه مستنيه اليوم ده من زمان؟ هي بقى لها سنين عندها اعوجاج العمود الفقري، واهلها نفسهم يعالجوها لكن خايفين يعالجوها، فبالتالي بيحاولوا بالطرق الاخرى اللي هي للاسف ما جابتش نتيجه. فبالتالي فهي حاسه بالمشكله، متضايقه من شكلها، لكن مهما كان هي بنت واهلها شايفين ان ده مصلحتها، فمع الوقت هي نفسها توصل لمرحله العمليه لكن اهلها خايفين. باباها لما شافها قعد يعيط من شكل ظهرها، هو يعني ان هو الفرحه العامره والخوف على البنت الاثنين في لحظه واحده. وانا مقدر الكلام ده، ان هو ظهرها فجاه بقى معدول، اصل دي من العمليات اللي بتظهر نتيجتها مره واحده. وبنته كويسه، يعني كل الخوف والقلق اللي كان عنده راح مره واحده، وكل المشاكل النفسيه لو كان حاسسها ان بنتي انا مقصر، انا بنتي عندها مشكله، بنتي مش زي البنات. هو مفيش تفسير او مفيش تقصير، لا مفيش الاسر ده الاحساس اللي عنده. فمجرد يعني مفيش حاجه هم عملوها في حياتهم، اصل هم بتعرف الاهل يقول لك ايه، يكونش حصل لها ده عشان خليتها تشيل مش عارف ايه معايا، صحيح. يكونش حصل لها ده عشان خاطر كانت بتنام على قلنا في الحلقه الاولانيه ان احنا ده مفيش حد غلطان، هي دي حاجه بتظهر لوحدها. فالمشاعر المختلطه دي مهمه، يعني حيويه قوي، بحاول استرس عليها على قد ما اقدر، لكن لازم واحد يقدرها، يعني لازم يفهم ان الموضوع صعب على الاهل قوي. حاجه دي صعبه قوي. ولد عنده 5 سنين، 5 سنين حجمه يساوي ولد عنده 3 سنين، لو عنده سندروم مخليه اصغر من الحجم بتاعه. وشايف حضرتك ده عنده سكوليوزس وتحدب في الفقرات كمان، يعني الاثنين مع بعض، سكوليوزس وكيفوزس. طبعا في السن الصغير ده العمليات اصعب بكتير، فكون ان احنا نوصل للنتيجه ده فضل من ربنا علينا الحمد لله يعني. وربنا يكملها على خير. الحاجات دي معقده، الحاجات دي يعني فعلا هو كل حاجه في الطب كلمة ربنا يكملها على خير دي كلمة أساسية، يعني ما برضو لازم نحط ده في دماغنا جدا جدا.